أهلا بيكم في الحلقة 87 من برنامج اعرف أكتر مع دكتور ناني. ولو أول مرة تسمعوني، أنا اسمي دكتور ناني عوض الله، دكتور في الاضطرابات النفسية والسلوكية، استشاري أمراض التخاطب التربية الخاصة بجامعة عين شمس. عايزة أتكلم معاكم النهاردة في حاجة بنعيشها كلنا. انتوا عارفين العتاب جزء طبيعي من العلاقات الإنسانية، هو يعتبر لغة بين القلوب، بتساعد على لو حصل سوء فهم اني افهم، او لو حصل ألم او جرح من شخص قريب ان احنا نقرب المسافات ونفهم بعض. لكن الفرق الحقيقي بيكون في طريقة العتاب. هل هو عتاب صحي بيقربنا من بعض، ولا عتاب مؤذي بيخلي العلاقة يبقى فيها شرخ أكبر بكتير وأعمق بكتير؟ عشان كده خلوني أتناقش معاكم في أول نقطة، وهي إيه هو العتاب أصلا؟ العتاب مش معناه اللوم القاسي أو المحاسبة، لكنه تعبير عن مشاعرنا بطريقة بتساعد الشخص التاني إنه يفهم أثر سلوكه عليا إيه. يعني من الآخر هو عبارة عن رسالة: أنا زعلان بس وجودك يهمني ومش عايز أخسرك. هو ده العتاب. وده يخلينا ننتقل للنقطة التانية، وهل العتاب ليه أساسيات وليه أصول ولا لأ؟ طبعا ليه. أول حاجة لازم أختار الوقت المناسب، ما ينفعش أعاتب الشخص وهو متضايق أو مرهق أو جايب آخره زي ما احنا بنقول. تاني نقطة الخصوصية، العتاب يكون بيني وبينه مش قدام الناس كلها. تالت نقطة الهدوء، الصوت الهادي واللغة الرقيقة بيوصلوا الرسالة من غير ما يجرحوا. رابع حاجة التركيز على الفعل مش الشخص، يعني أنا بعاتب على السلوك مش على شخصية الإنسان اللي قدامي. خامس حاجة التوازن، ما يكونش العتاب مليان هجوم، لكن فيه مساحة حب وتقدير، ودي نقطة مهمة والبعض بيفتقدها. ده يخليني أوصل للنقطة الثالثة، وهي إيه هو يا جماعة العتاب الصحي أصلا؟ العتاب الصحي باختصار بيكون هدفه إن أنا أصلح مش أجرح في اللي قدامي. بيكون في وضوح، بقول إيه اللي مضايقني من غير ما بلف ولا بدور على اللي قدامي. بسمح للطرف التاني إنه يرد ويشرح وجهة نظره. بينتهي غالبا العتاب الصحي بتقارب وبراحة نفسية. يعني مثلا أقول أنا اتضايقت لما ما سألتش عليا وأنا تعبانة، بحس إن اهتمامك بيريحني مثلا. دي طريقة. لكن إيه هو بقى العتاب غير الصحي اللي احنا عايزين نتجنبه مش عايزين نعمله أصلا؟ بيبقى عتاب مليان تهكم أو اتهام، بيتكرر بشكل مبالغ فيه لدرجة إنه بيرهق العلاقة نفسها، بيتم في أوقات أو أماكن مش مناسبة أصلا. ممكن يتحول لمحاسبة مستمرة بدل ما يكون جسر للتقارب، زي يقول له مثلا أنت عمرك ما بتسأل، واضح إنك مش فارق معاك أصلا، وهكذا. طب إيه الفرق بين العتاب واللوم القاسي؟ العتاب الصحي زي ما ذكرنا إن هو بيكون حب ورسالة أنا محتاجالك أو أنا محتاجالك. لكن اللوم بيكون فيه إدانة ورسالة أنت غلطان ومش نافع أصلا. يعني من الآخر العتاب فن محتاج حكمة، لو اتقال صح بيداوي وبيوصل القلوب ببعضها، ولو اتقال غلط بيوجع وبيكسر أي جسر بينك وبين اللي قدامك. فافتكر دايما ان العتاب على قد المحبة. ولو وصلت للنقطة دي من حلقتنا بشكرك جدا، وما تنساش تتابعونا على دكتور ناني عوض الله على التليجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، وكمان على قناتنا على اليوتيوب. وشكرا لحضراتكم.